النهاردة عيد الحب. الحب هو أحلى شعور في الكون. الحب طمأنينة، الحب حنان، الحب. ومعانا اتصال تليفوني، اتفضل. الو، ازيك يا اسامه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اتعرف بيك؟ مش لازم اسمي، ممكن تندهلي باي اسم. ممكن تقولي مثلا المتخان او المجروح، اي اسم. ايه بس اللي حصل لكل ده؟ عموما انا هسميك عين. قولي يا عين، ايه اللي حصل؟ طلعت بتخني يا عم حسام، يا عم اسامه. قولي يا عين، كنت بتحبها؟ كنت بحبها، انا من كتر حبي فيها غنيت لها لما سابتني. يا ترى غنيت لمين؟ ام كلثوم ولا عبد الحليم؟ سمعنا قلت لها ايه؟ ازيك يا حبيبتي وازاي حبيبك بقى، يا ترى بيحبك زي ما حبيتك انا. الخاينة سابتك بعد كل ده؟ اكيد هتلاقي حظك مع واحدة احلى. بشكرك يا عين. وسؤال الحلقة هو القلب اللي بيجرحنا في حاجة اساسا جرحاه، ولا هو اصلا تربية واطية؟ كان معكم خالد منير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحلقه جديده وهابي فالنتاين داي. بص، هو انا عارف ان انا الوحيد اللي افتكرتك النهارده، مش محتاج تقول، انا عارف، عادي جدا. تخيل معايا كده لو نزل علينا مثلا واحد من كوكب زمردة مثلا، وبدا ان هو يسالنا اسئله مش عارفين نرد عليه. سالنا سؤال مثلا يعني ايه فالنتاين، ممكن نرد عليه نقول له ايه؟ ما اكذبش عليه، انا قعدت ادور وابحث كتير جدا على معنى يلخص اللي بيحصل في فالنتاين. ما لقيتش غير تعريف واحد بس بيلخص كل حاجه. احمد مكي بصوته الكبير قوي كان بيقول ايه؟ الفالنتاين ده تجليعه من تجاليع الامريكان اللي بالونا بيها. يوم الفالنتاين ده الناس بتصحى فيه من الصبح، يلبسوا استغفر الله العظيم، ويقعدوا يتميصوا على بعض ويبعتوا لبعض SMS استغفر الله العظيم، وبعد كده ينزلوا يشتروا بتاع كده استغفر الله العظيم ويلفوها، وفي اخر الليل يتلموا مع بعض ويعملوا استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. ليه الحب لازم نعبر عليه بهدايا؟ ليه؟ لا ده سؤال بجد، ليه؟ ولو كان الاجيال اللي قبلنا ما عملوش حد للموضوع ده، احنا نعمل. اصل ده استهتار وتسيب، ازاي يعني؟ بس ارجع واقول لك، هم اكيد ساعتها الاسعار بتاعتهم غير دلوقتي. تلاقي الولد داخل محل الهدايا يوم الفالنتاين، وطبعا مش محتاج اقول لك ان يوم الفالنتاين ده هو الموسم بتاع محلات الهدايا، هدايا، ورد، بص اي حاجه لونها احمر ده الموسم بتاعها. نرجع لموضوعنا، تلاقي الولد داخل محل الهدايا دوت يوم الفالنتاين عنده عين على شكل قلب، والعين التانية مدمعه وقاعد يعيط يا عيني، لان هو عارف ايه اللي هيحصل له جوه. هو حاسس ان ممكن دلوقتي يبيع كليته عادي جدا. تلاقي البياع داخل عليه بكل رومانسية وهدوء، وعمرو دياب شغال في الخلفية ورا. ها يا فندم، اخترت حاجة ولا اختار لك انا؟ اخترت اروح. ويا دوبك لف وشه للباب وهيخلع، فجأة يفتكر النكد اللي هيعيش فيه بقية السنة كلها، فيلف وشه في ثانية ويرجع للبياع، وبكده يبقى اختار انه يخضع تحت رحمة هذا البياع الماهر اللي هيلبسه. قدر اخف من قدر. نيجي بقى للهدية ذات نفسها. بص يا صاحبي، خلينا متفقين ان انا وانت غلابة، لان انت ما تقدرش توصل لسيكولوجية البنت. هي بتفكر في حاجات تانية انت ما تتخيلهاش. يعني ممكن مثلا انت تروح تجيب ايفون 15 برو ماكس ب70 مليون جنيه، حلو قوي وبارك الله فيك وحسبي الله ونعم الوكيل. بس هي بقى في حاجة تانية هي كانت قايله لك عليها من 7 سنين، فاكراك انك هتجيبها لها النهارده، فانت ما جبتهاش. انت كده بوظت المفاجأة وبوظت اللي هي محضراه، فمعلش. فقبل ما تجيب اسأل عادي جدا، وهي برضو ما تقلقش هتعمل نفسها متفاجئة. في نوع من الناس كده في الفالنتاين ده اللي في الاغلب ما بيتلاقيش حد يجيب له هديه ومفيش معاه فلوس اصلا، فبيبدا بقى يخش لك من حته ان عيد الحب دوت انت ممكن تجيب هديه لمامتك عادي، لاختك، مش لازم يعني لحبيبتك. بالله عليك يا مؤمن وانت بتسمعني، انت لو دخلت على امك دلوقتي ببوكي ورد واديته لها، اول حاجه هتسالك عليها ايه؟ ده بكام؟ تخيل بقى انك تقول لها سعره، انسى خلاص بقى، كل سنه وانت طيب. طب كنا جبنا بالفلوس ديت 7 فرخات كان هيبقى احسن، على الاقل كانوا يتاكلوا. والله عندها حق. في الفالنتاين هذا اليوم المبهج الجميل اللي كله احمر في احمر ولا كاننا في الحصبه، بيبقى فيه شخص كده، الشخص ده مهمل، انا جاي اديله حقه النهارده، الا وهو الشخص السنجل. بص، هو احنا مش عايزين نصعب عليك، احنا كويسين،
احنا بقينا احسن، احنا كل مدى بنبقى اقوى، ما تقلقش علينا. اقول لك احنا كنا قبل كده ما بننزلش اليوم ده من البيت حقنا للدماء، يعني بنخاف عليكم فما بننزلش، نفضل قاعدين في البيت. بس دلوقتي بقينا بننزل، ايوه بننزل. مش بس كده، كمان بنقعد نبص عليكم وانتوا بتحبوا بعض وماسكين ايدين بعض ولابسين زي بعض وجايبين هدايا لبعض، وعادي ما بنزعلش وما نزعلش خالص، ونفضل قاعدين كده نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، الحمد لله. وانت يالا سنجل يا حزين اوعى تزعل، سيبك انت من الدباديب والعبط اللي بيجيبوه ده، الحاجات دي كلها في الاخر خالص بتترمى في درج الشرابات، فما تزعلش نفسك، عادي. الدباديب مش كل حاجه. ومن موقعي هذا احب اوجه رساله للشخص اللي بيفركش قبل الفالنتين بكام يوم، واحب اقول له شكلك وحش قوي، اقسم بالله. بص بجد ايه ده بقت مفضوحه قوي والناس كلها عارفاها، شكلك وحش قوي. وبما اني قررت ان هنزل اليوم ده ومش هخاف وهواجه الناس كلها، وانا قررت البس احمر كمان. ايوه قلت لك احنا بقينا اقوى. استنى كده يا ابني والله ما حد يستحق الحب غير ده. بذمتك انت، بذمتك هي بتفرحك اكتر من ده؟ يعني هي لو فرحتك هتفرحك مره او اتنين، انما ده بيفرحك طول السنه، ده اللي يستحق الحب. بص ده بتاع دي فالنتين، حتى لونه احمر اهو، فالنتين. انا كده جاهز، كده الفرعون الصغير جاهز للاحتفال. هابي فالنتين داي.